نعرج على موضوع مهم جدا. انا والله بالنسبه لي مزعلني زعل شديد. عيسى والدبوك مشى سفاره واحده من السفارات السودانيه في تقريبا في بلجيكا، ولا على ما اعتقد في واحده من الدول الاوروبيه دي، واستخرج جواز سوداني. لك ان تتخيل، لك ان تتخيل عيسى والدبوك اللي بيحرض على قتل الناس وتحجير الناس وإبادة الناس يمشي يستخرج جواز ويقدم لجواز. عرب الجداد يمشي السفارة السودانية ويستخرج جواز. متخيل انت الحاجة دي؟ متخيل انه المجرم عيسى والدبوك حتى الآن ما في مذكرة توغيب له كمجرم قاتل ويمشي يستخرج جواز؟ انتوا يا جماعة في شنو؟ نحن بنحارب في منو؟ تعبانين ليش شنو؟ الليل والنهار نحن قاعدين في الميديا دي ميتين حبوبتنا طلع نحنس في الناس تقول محرسيننا. اي زول تحنس في بلد تقول محرسك يا اخي عشان البلد دي يا اخي. اي زول في البلد دي لما يركب راس تحنس فيه تقول داري يعرسك برقبتك دي، تغني تتقد للرجال عشان البلد دي تمشي لقدام. فقدنا ما فقدنا فيها من دم، ويجي مجرم حجره زي عيسى بالتبوك يمشي يستخرج جواز في السفاره السودانيه. طيب انا بحارب في منو؟ ده ما سؤال. انا بحارب في منو؟ احنا بنحارب في منو يا الشعب السوداني؟ محمد اعرض الفيديو، نحن بنحارب في منو يا جماعه؟ بس انا داير افهم وساكتين وبالعنا. الان عيسى والدبوك المجرم انت الجنجويدي الله خلقه في الدنيا دي، عيسى والدبوك يستخرج جواز عادي جدا ويتقدم في السفاره السودانيه. وحياه ربنا لو اخش بس سجن 3 سنة ما اخلي شغل. ميتين السفارات ذاتهم، ميتين الخارجيه، وميتين اداره القنصليات، ومرتين اي حاجه ذات. ده عيسى والدبوك اليوم في بروكس بيستخرج في جواز سوداني. طيب يا جماعه نحن بنحارب في منو؟ اذا كان الامارات الزول اللي بيصور بس احداث الدمار من الصواريخ البالستيه الايرانيه في دبي او في الامارات بصفه عامه بيدوه 2 سنين سجن. لكن عندنا نحن حوش الفوضى واختلاط الحابل بالنابل. يعني الليله عيسى والدبوك انا ما بستغرب اذا كان بيستخرج جواز في السفاره السودانيه، بكره حميد ذاته بيجي بيطلع جواز. يعني وين المشكله؟ وانا قاعد اسكت على حاجات كثير. انا بعرف واحد في الجوازات بتاعتهم درمان دي بيطلع جوازات للجنجويد بقروش، وبعرف واحد في واحده من السفارات بتاعت الدول الغربيه بطلع للجنجويد الجوازات بالقروش. يا جماعه نحن بنحارب في منو؟ ده سؤال. انا والله العظيم قبل لما على الدين دلدوم رسل لي الفيديو ده بس انتابني شعور واحد، اكسر التلفونات ديك طق بالتلفون ده الوطا فرتقه حته حته. بس انتابني الشعور ده انه انا ادق بالتلفون ده الوطا اكسره، لانه انا شايف نفسي بنفخ في قربه مقدوده. لما مجرم زي عيسى والدبوك بيحرض على قتل النساء والاطفال، نتانه، عنصريه، خباث، اي شيء يخطر على بالك، ويمشي يستخرج جواز سوداني زي اللي ما في حاجه، زي اللي كانه ما سوى. انتوا يا جماعه نحن رخاص؟ الساده حكومتنا، ساده قاده القوات المسلحه، ساده قاده القوات المشتركه، سيد كامل ادريس، نحن دم الشعب السوداني بالنسبه لكم شنو؟ عرضنا بالنسبه لكم شنو؟ نحن كشعب بالنسبه لكم شنو؟ ده سؤال انا قاعد اساله لكل القاده، وزير الخارجيه واداره القنصليات واداره نحن بالنسبه والسفارات، نحن بالنسبه لكم شنو؟ حشرات؟ طيب يا جماعه الناس دي انتوا لا بتعاقبوهم وبتعفوهم وبتطلعوا لهم جوازات. ليه بيحصل في السودان كده؟ ده ما سؤال. حنان حسن بنت الحرام دي بتمشي تستخرج جواز. محمد خليفه يقول لك اترقبوني قريب في السودان. غاده التراب بتقول لك انا جاي السودان لانه عارف ما في زول بيحاسبه.
اقسم بالله يا محمد انا امشي السودان اخش السجن. دي الحاجه اللي انت عارف في النهايه هطلع انا الجنجويدي، هطلع انا المجرم القاتل، انا اللي همشي السجن، والجنجويد القتل المجرمين يرجعوا السودان ويتقتلوا فيهم. في حاجه غريبه، يعني احنا ما فاهمين حاجه، يا الوضع ما فاهمنا، يعني احنا ما بنفهم في شنو يا جماعه. م? انا ما قاعد اسال وهاب سؤال قبل في ما شنو هذا يا طلعوا البرهان اخر مره قال انه كل السودانيين من حقهم يطلعوا الاوراق الرسميه والثبوتيه. برهان طلع تحدث عن الامر حتى ده. المجرمين، يعني حتى القحاطه والمجرمين. ايوه حتى لو أه؟ قال عند اختلاف سياسي وقال لا، ما في شيء، بيفرق. في فرق بين الخلاف السياسي وفي فرق بين مجرم قاتل، ده ما فرق. قال حتى لو الزول مطلوب الاختلاف للعداله. السياسي ده زول مختلف مع نظام. في حتى لو فرق مطلوب بين زول للعداله. مجرم قاتل، ده مجرم، ده مجرم. ناس تشير يا شباب. تاني حاجة خلونا نمشي قدام. شباب الليلة انتوا ركزتوا على ضرب مستشفى الجبلين، الناس اللي في الميديا ركزتوا على استهداف النساء والأطفال، نسوان الولد والحمل، ركزتوا على قتل الدكاترة والأطباء. ليه دايما لما تحصل لنا نحن استهداف للمستشفيات الناس كلها ما بتركز وبتكون شايفة الانصرافيات هي قضيتها والعنصرية أكثر من الكارثة والجريمة اللي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع؟ ركزتوا يا شباب ولا انتوا مشغولين بانا عبو وانت عربي وانت عربي زوط وانت شراب اللبن وانت بياع اللبن وانت وانا سيدك وانت انتوا فاضيين؟ ركزتوا على انه ميليشيا الدعم السريع الارهابيه ارتكبت جريمه نقراء في مستشفى اطفال، نسوان ولد واطفال وليدنا اليوم واطباء. ركزتوا؟ هل السيد مسعد بولس وبناء على اكاذيب الجنجويد بضرب مستشفى نيالا او الضعين، عفوا مستشفى الضعين، بيجي بدين القوات المسلحه، لكن لما تقتل ميليشيا الدعم السريع تبيد الناس في الفاشل كله. لما تضرب المساجد وتضرب المستشفى السعودي بدل المره اثنين وثلاثه، لما ترتكب ابشع الجرائم. مستشفى النو ضربوه كم مره؟ ما بدين ميليشيا الدعم السريع، ما هو بغوض جيش مجرم وقاتل الآن بيضرب المزعفين في لبنان وبيضرب الناس في المستشفيات وبيضرب الناس في الأطفال في المدارس. ما بيركز. هل السادة القحاطة الشباب الرجال ركزتوا الليلة في ضرب المستشفى؟ ولا واحد هذول ما طلع أذان يوم الضعين، كلهم طلعوا، كان ما كلهم في الهشيم. لأنه نحن كشعب سوداني ما بنعلن حاجة، لكن السيادة الجنجويد ورجال أمات بيطلعوا يصرخوا معاهم لأنه أوردر. تستهدف العمارات المستشفى، العمارات هي التي تستهدف المستشفيات في مناطق نفوذ الجنجويد، والعمارات هي التي تقتل الناس في مناطق نفوذ الجيش. وفي نفس الوقت العمارات هي المستهدفة والمدان الجيش السوداني. ليلة بيطلعوا بكل وقاحة، بيطلع الربيع ابن الحرام بدين الجيش السوداني بيقول هو استهدف المستشفى، ضربني بكى وصبقني اشتكى. ناس ركزت يا جماعة على الجريمة دي، هل رسلتوها للحارس؟ رسلتوها للناس اللي بيحاولوا يدينوا القوات المسلحة بأنه اشتغلت عليها؟ لا. طيب المؤتمر القادم اللي فيه أكبر مؤامرة على السودان يوم 15 اشتغلتوا عليه يا جماعة؟ الناس اللي في الميديا الشغالة بالانصرافيات ونبذني ونبذته وسأل لي وسيت له، اشتغلتوا على المؤتمر؟ ترتيباتكم شنو لإفشال أكبر مؤامرة على السودان بما يسمى مؤتمر المانحين اللي هو قحاطة وجنجويد ومتآمرين علينا برعاية الدرهم الأماراتي؟ هل الناس جاهزة عشان تفشل المؤتمر ده؟ ما الجنجويد هسه بيخرجوا في بيزن وحاجات جايين من يوغندا ومن كل الدنيا القحاطة عشان يقولوا نحن بنمثل الشعب السوداني ويدينوا القوات المسلحة اللي بتدافع عنك ويدينوا المشتركة ويدينوا البراؤون ويدينوا كل القوات اللي بتقاتل لي. هل انتوا اشتغلتوا لحاجة دي؟ لا. هل اعلنتوا التعبئة العامة؟
البلد دي هسه في حالة احتلال عديل، لأن نقول لك أنت محتل كسوداني بغادي قوات اثيوبيه وبيجاي جيش جنوب السودان التابع لسلفاكير. هل استنفرتوا ولا انتوا الهوكم ويديركم احمد كسر يلمكم كلكم كده ويطقشكم ببعض؟ هل استنفرتوا؟ هل اعلنا التعبئه العامه؟ هل جهزنا زاد المجاهد اللي بيقاتل في الجيش ولا المشتركه ولا البراؤون ولا الدراعون؟ هل دعمنا المجهود الحربي؟ ها؟ هل دعمنا المجهود الحربي؟